نتواصلوا معاك في موضوع الغربة. كيفاش جات براسك؟ كيفاش جات فكرة الهجرة؟ فكرة انك تكمل تعيش حياتك خارج الأراضي الوطن. الفكرة تاعي باش نجيب الهجرة باسكو احتراماتي للدولة الجزائرية، احتراماتي للرئيس تبون، احتراماتي للبرلمان، احتراماتي للوزراء، احتراماتي للجينيرو. ما نقولكش بلي انا نقول الدولة الجزائرية ما فيهاش الخير والدولة الجزائرية ما دارتش ونجي ضد بلادي ولا ننشر ضد بلادي على مسائل شخصية تاعي انا تخصني انا. يعني نهضر كصفتي جزائري ونهضر بصفة كامل العرب المسلمين، نهضر كأي تونسي ولا مغربي ولا جزائري ولا ليبي ولا فلسطيني ولا جو سي با ما باليش واش من دولة يعيش. ما عندكش الحق باش انت تطاطي بلادك وتحارب بلادك على المسائل الشخصيه تاعك. سمعتني خويا، ما عندكش الحق باش تطاطي بلادك تاعك على المسائل الشخصيه تاعك. يعني نوجه التحيه من هذا المنبر للشعب المغربي كامل، للشعب التونسي كامل، للشعب الجزائري كامل، كافه الدول العربيه. بون هذه الغربه اللي جيت ليها انا جيت ليها كنت مغبون. كاين مسؤولين، كاين بعض المسؤولين حقروني، سيدي حقروني في الحقوق تاعي، حقروني في بزاف مطالب تاعي. نغبنت على جال هذيك، خممت في الهجره الشرعيه هذه، يعني الهجره غير شرعيه. خممت باش نحرك باش نوفر لبلادي الحياه اللي راهم باغيينها. فهمتيني؟ داك الطفل يقرا في الكوليج، يقرا في الصيام ولا يقرا في الابتدائي، لازم له ملابس، لازم له باش ياكل، لازم له الرفاهيه في المنزل، باش ما يتكومبليكساش الطفل، باش ما يعيش الحرمان وما يعيش النقص. جيت للغربه هذه باش ما نخليش وليدي يشوف ولاد الناس اللي بابياتهم عندهم مناصب حساسه ولا بابياتهم بخير عليهم، وليدي يشوف فيهم. حبيت نوفر لوليدي الحياه اللي راه باغيها هو.